السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب دايما دايما تكونوا في احسن الاحوال. طبعا انا بتاسف لكم جدا على الفتره اللي فاتت اللي انا ما نزلتش فيها فيديوهات ديت، سامحوني طبعا. وكل البنات اللي دخلوا لي على الخاص عارفوا ان انا ما نزلتش فيديوهات ليه الفتره اللي فاتت ديت. فاعذروني يا بنات، النهارده فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله باذن الله تتحفزي وتتشجعي وتتنشطي. هو روتين صباحي كده يا بنات ان شاء الله باذن الله. من اول ما صحيت من النوم وديت الولاد الحضانه ودخلت بقى نشوف يعني الروتين بتاع كل يوم يا احباتي. اول ما نبدا الكلام نقول اللهم صل وسلم وزيد وبارك على حبيبي وشفيع رسول الله. اللهم اني ابرا من حولي وقوتي والجا الى حولك وقوتك يا ذا القوه المتين. يا بنات نخش نفطر معاكم كده، بص فطار خفيف يعني سندوتش جبنه، قطعت جنبه خياره، خدت بقى ثمره فاكهه، اي فاكهه عندي بقى موجود. نتشجع ان شاء الله ونقوم نفطر معاكم عشان النهارده كنت مسوقه بقى من بالليل وجيت بالليل متاخر يا بنات. انتوا عارفين بقى اللي بيروح السوق بيجي بالليل ده، فاهمين؟ والولاد على ما حميتهم ونيمتهم وانا كمان دخلت كده خدت لي حمام ونمت. قلت لا الصبح ان شاء الله باذن الله نودي الولاد بقى الحضانه، وبعد كده نخش ان شاء الله الليل كده نروح نجيبها من السوق، انما بالنهار ما نقدرش نمشي، انتوا عارفين الجو حر اساسا. فان شاء الله باذن الله يلا استمتعوا بالفيديو، حط لي اللايك، ولو اول مره تشوف القناه النهارده باذن الله حط لي كده ان شاء الله الاشتراك، واضغط على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل شعر فيديو. طبعا طمنونا عليكم يا بنات، ومن مرة تانية برضو بعتذر جدا عن تأخيري في الفيديوهات الفترة ديت، بس دعواتكم ليا ان شاء الله بإذن الله ان ربنا يوفقني وان ربنا يكرمني وان ربنا يشجعنا على القناة. والله يا بنات، والله الحمد لله يا بنات، يعني الواحد في خير الحمد لله، والحمد لله ربنا كرمنا، بس الحمد لله زي ما قلت لكم بالستر. بس هي حته القناه بس عايزه تشجيع منكم كده، شويه مواعين برضو من بالليل كده بتاع العشاء، فطبعا انا كنت منضفاهم زي ما انتم شايفين اهو يا بنات، فجمعتهم كده كنت مجمعهم على صينيه على البوتاجاز، ومروقه برضو المطبخ، وجبت التسويه يا دوبك كده. قلت بقى قبل ما نفضي كده التسويقه نروق الاول كده يا بنات المواعين دي والاطباق ديت. طبعا انا مش بنسيبهم بالليل والله يا بنات غير للضروره القصوى يعني. فزي ما قلت لكم بقى يا دوبك احنا كده اكلنا بالليل، مش بالليل يعني، مشينا كده الساعه 6 المغرب، فسبت كل حاجه بقى في المطبخ يا دوبك كده، واخدت نفسي بقى ورحنا جبنا الحاجات اللي كانت ناقصانا، وبرضو الولاد كانوا معانا كده محتاجين حاجات جبناها. فجينا بقى بالليل يا بنات الوقت اصلا بيعدي بص في لمح البصر، يعني لما دخلت البيت كانت حوالي الساعه 12 بالليل، على بقى ما حميت الولاد وناموا والكلام ده كله، كانت حوالي الساعه واحدة ونص كمان. فانا قلت لا خلاص انا نخش ننام عشان خاطر بقى نقدر الصبح نقوم كده ونبدا يومي صح. والمواعين كده كده زي ما قلت لكم انا مش بنسيبها بقى في الاكل، يعني بنشوف ناس بصراحه يبقوا شايلين الصينيه كده وحاطين بقى بواقي الاكل وكل حاجه، بنحس اصلا ان المطبخ مش عارفه، يعني مش عارفه تتحكمي فيه او مش عارفه تقضي اي حاجه. لا انا قبل حتى لو انا خارجه ومستعجله لازم نفضي كل الاطباق ونجيب صينيه كده نظيفه ونحط الاطباق كانها مغسوله يا بنات، يعني لو جيتي من بره ودخلت مطبخك كانك بتغسل مواعين وحطاها كده تتصفى. ده اللي بصراحه اللي انا بنعمله، فبصراحه بينجز معايا خالص وببقى مروق بالي، حتى الواحد بيبقى هادي كده من جنب المطبخ، مش زي ما تبقى انت سايبه الدنيا متدربكه. انت حاسين بيا وحاسين باللي انا بقوله طبعا في اي مطبخ يا بنات. لو انت دخلت كده ولقيت الدنيا عامله كده بصراحه لا، منظر مش سعيد للغايه. فيلا الحمد لله الظروف طبعا بتحكم علينا يا بنات في اي ظرف طارئ او اي ظرف، طبعا ساعات بتبقى عامله عزومه ومخلصه كل اللي وراكي وبتيجي عند المواعين خلاص، يعني الجسم عايز يريح شويه. فلا ادي لنفسك برضو فرصه يا بنات، ما تنش بس ضغط على نفسك ضغط على نفسك، صدقيني والله العظيم ما حد هيقول اللي انت عملته وانت خليتي. طبعا بيبقى يعني شريك حياتك او جوزك في البيت بيبقى مقدر، في ناس كتير بتبقى مقدره وبيبقى حاسس بيكي والكلام ده كله، بس مهما تتعبي ومهما تشتغلي ومهما تعملي من صحتك مفيش بعد الصحه شيء، صدقوني مفيش بعد الصحه شيء. ولازم ان انت تكوني انت مرتاحه نفسيا ومرتاحه اصلا بدنيا عشان تقدري تقاومي. انا ساعات يا بنات بنبقى مثلا خلاص بدات يومي صح وشغلت غساله، بقول لكم بجد الحاجات يعني اللي انا بنعملها في حياتي، وخلصت مطبخي وطبعا مشغله الغساله، يعني الغساله عايزه تشطف وتطلع تنشر والكلام ده كله، وخلاص جسمي بيبقى عايز النوم، فاهمين؟ عايزه نريح شويه، بنسيب الغساله شغاله ونخش نريح لساعه ولا نص ساعه على حسب بقى ما نقدر، يعني على حسب ما نصحى بنقوم فايقه ورايقه ونقدر نكمل يوم صح، والجسم ذات نفسه واخد راحته، فاهمين؟ مزاجي خلاص انعدل، انتوا عارفين بقى ريافة النوم والكلام ده كله، فبصراحة بتأثر جدا. فلا انا مش بننصح الكلام ده كله، يعني تبقي انت تعبانة ومرهقة وعايزة تنامي وتقولي لا لما نخلص الشغل ده، انت اساسا بتبقى عاملاها مش بإتقان. يعني طول ما انت عايزة تنامي وحاسة بالنوم بطي حالك وسيبي الحاجة اللي هي ممكن تستحمل، خشي الاول ريحي جسمك وريحي بدنك، وبعد كده هتقومي تستعيدي نشاطك وتستعيدي قوتك وتبدأي الحاجة صح وتعملي شغلتك بجد بضمير، وايه هقولك بتديها اتقانها وتديها فعلا
الحاجه اللي هي تستحقها، غير ما تبقي انت اساسا بتبقي تشد جسمك، ما انتش قادره تعملي حاجه، عايزه تنامي، عايزه تريحي. خلاص قريفتي من النوم، خصوصا بقى الناس اللي تصحى بدري، يعني انا من الناس اللي تصحى بدري. فانا لازما كده معدل نودي الولاد حضانه. ممكن نروق سراير، نروق الشقه، نروق المطبخ، حتى لو ما غسلتش المواعين يا بنات، ونخش ناخد لي كده ساعه ساعتين نوم. نصحى بقى على قبل ميعادهم بساعه ما يجوا من الحضانه، نخش نروق المطبخ، ان كان في غدا ينعمل، ان كان غدا جاهز خلاص نطلع نسخن. بس هو ده اللي انا بنعمله الحمد لله. فالحمد لله يعني انا بقول لكم بس الحاجات اللي بجد بتساعدني في يومي، ان الواحد يقدر يستعيد نشاطه، وان الواحد يقدر يكمل يومه صح. والحمد لله يا رب، ربنا بس زي كده يتم نعمته علينا ويتم ستره علينا. والحمد لله خلصت المطبخ وخلصت المواعين وحطت. بصي يا بنات، انا طبعا الصفيه فوق زي ما انتم شايفينها كده، فطبعا الكاميرا ونشيل الاطباق ونحطها فوق والكلام ده كله، فبيبقى ارهاق ليا مع التصوير. فانا حطيت الفوطه ديت من غير بقى ما نحط الصفايه ولا اي حاجه، لما تصفهم او خلصت غسيل مواعين، وبعد كده بقى حطيتهم في الصفيه مكانهم، عشان خاطر تبقى الرخامه معايا فاضيه ونضيفه، عشان خاطر لسه بقى هنحط الخضار بتاعي ونغسله. وزي ما قلت لكم كان عندي عزومه كده ان شاء الله باذن الله، لو في العمر بقيه هنزل لكم الفيديو متصور وكل حاجه، بس ان شاء الله باذن الله. حبيت ان أنا ننزل النهارده نطمنكم بالفيديو ده يا بنات، عشان عارفه اللي انتوا قلقانين عليا جدا، والناس اللي بتخش تسال عليا والله ومش قادره نرد عليهم، صدقوني من ضغط الوقت بس يا بنات والله. يا رب تكونوا عذريني، لان انا عارفه ان انا زيكم، وانتوا هتبقوا مقدرين طبعا ان البيت فيه ايه واطفال فيه ايه، وكمان القناه والتصوير والكلام ده كله بياخد مني وقت. فانا قلت لا، انا هنمنتج لهم الفيديو ده دلوقتي حالا بعد الولاد ما راحوا الحضانه، ونحاول ان شاء الله باذن الله ينزل النهارده، عشان خاطر باذن الله يطمنوا عليا، وانا كمان اطمن عليكم في الكومنتات. كل بنوته حبيبه قلبي دلوقتي دخلت الفيديو ده ولسه مكمله معايا لغايه دلوقتي، رجاء يا بنات طمنونا عليكم في الكومنتات، والله العظيم بجد فرحوني اللي انتم موجودين معايا كده ان شاء الله باذن الله. وطبعا انا عايزه اقول بس للناس اللي عقولها على قدها بجد يعني، بصي يا حبيبه قلبي، بصي يا قمراي، اللايك بتاعك اللي انت بتخشي تحطيه في الفيديو ده والله لا هيقدم ولا هيأخر ولا اي حاجه. انا لما بقول لكم حطوا اللايك عشان انتوا احبابي وانتوا اخواتي والناس اللي بتحبني بجد، تفهمين؟ في ناس كتير عقلها على قدها مفكره ان هي لما تحط اللايك او تحط الكومنت اللي هي كده بتعمل انجاز يعني مع ايمان. والله يا حبيبتي وجودك، الناس اللي بتحبني بمصداقيه، والناس اللي جواها الخير لكل الناس اللي زيها، سواء في الصالح او مثلا سواء انا كايمان عاوزه بس افهمكم حاجه، انا كايمان بنحب الخير لاي حد مهما كان هو، اذا كان حبيبي اذا كان، بس انا الحمد لله انا ماليش اعداء، حتى لو بيني وبين اي حد ممكن تكون مشكله او صغيره او كبيره، طبعا يا بنات يعني الدنيا مش بتخلق، بس انا الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب تحس بنعمة الرضا لما تبقى في قلب البني آدم، الحمد لله تتمنى الخير لكل الناس، لكل الناس يا بنات والله، عشان ربنا يجعل لك الخير دايما، انت بيبقى حاطك فيه ما تعرفيش منين. والله يا بنات والله انا بحلف لكم بالله وعلى يقين، اللي انا بقوله لكم ده هو اللي بيحصل معايا. تلاقي ربنا واقف جنبك في كل شيء، تلاقي ربنا رازقك من حيث لا تحتسبي، تلاقي اللي ربنا جعل البركة في ايدك ما تعرفيش ازاي. بصي ايدك كده تحطها في الحاجة تحسي ان الحاجة بتبقى بزيادة، تحسي ان انت من المكان اللي انت تخشي فيه بتبقي ليكي بهجة وليكي وضعك وليكي مكانتك وليكي بصي وليكي قيمتك. صدقوني يا بنات، بس بايه؟ برضاكي، بالاتقان، بالتقوى. هقول لكم كمان حاجة عن تجارب في الحياة يا بنات، راضي نفسك وراضي قلبك وراضي ربك فوق كل شيء. سيبك من كل البشر، لو حاولت تراضي البشر اللي جنب منك، لو مهما عملت له ما مش بيرضى. ما تقوليش اللي مش بيطمر. اعملي تربيتك واعملي اصلك واعملي مبدأك واعملي اللي انت اتربيت عليه. انت فاهمه؟ كل واحد اصله ومبدأه وربيته هي اللي بتعود عليه، وهي اللي بتخليه يبص يطلع احسن ما عنده، وبرضه في نفس الوقت يطلع اسوأ ما عنده. اوعي تقابل الحسنة بالسيئة، اوعي عن تجارب. دايما خلي نيتك صافية وصفي قلبك لله، وسيبي كل شيء يمشي، سلمي امرك لله. والله العظيم بجد يا بنات انا حبيت نقول لكم الكلام ده، لان بيحصل معايا مواقف الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر. ممكن انتي تقولي ايه؟ انا بنعمل ومش بتمر،
انا بنخدم مش بيطمر، انا بنقدم ايدي بالخير ونلاقيهم هم عايزين لي الضرر، او مثلا مستكترين الحاجه اللي عندك، مستكترين نعمه ربنا عليكي، مستكترين اي حاجه ربنا ميزك بيها عن غيرك. سيبك من كل ده، اركنيه على جنب. لان زي ما قلت لك، لو حاولت تراضي البشر مهما تراضيهم مش بيرضوا. حاولي راضي ربنا. حط ربنا كده قدام بصيرتك في كل شيء، وشوفي هو هيرضيك ازاي. والله العظيم بقول لكم عن تجارب، انا اختكم وبقول لكم الكلام ده بجد. واوعي تفكري اللي انت لو حطيتي في قلبك نية سوء لحد، انت هتعملي له حاجه، والله ما هتعملي له حاجه. انت فاهمه؟ ما عمرك لا هتضريه ولا عمرك هتنفعيه. النفع هو ربنا والضر هو ربنا. وطالما جيت لربنا بطريق سليم ونية صافية وقلب راضي، تأكدي ان هو هيراضيكي في اقل حاجة عندك. انا مش عارفة انا دخلت في الكلام ده ليه، بس طبعا آه يعني من تجاربه في الحياة بنات، والبنات برضو بيتكلموا معايا، ويميل الحياة وضغوطات الحياة واللي احنا كلنا بنمر بيه. الحمد لله احنا بنمر بخير، والله احنا في خير. بس يعني برضو الغلاء يا بنات، الاسعار بقت نار، حاجة فظيعة. بس بتحس ان في رضا، تحس ان في بركة، تحس ان في خير في ايدك، في ايدك قبل ما يكون في بيتك. بس بايه؟ برضاكي والتقوى اللي ربنا جعلها في قلبك، ونيتك الصادقة ونيتك الصافية لله مش للبشر. سيبك من كل البشر اللي جنب منك او اللي حواليك. وهتنسوا حته الكيكه اللي انا بناكلها دلوقتي. قلت بقى سناكس كده يا حبيبي، ايه خلاص يعني الواحد فطر من بدري، كانت الساعه 8 على ما خلصت كل الشغل. دايما كانت دخلت على الساعه 11 ونص. حبيت ناكل حاجه مسكره كده، جبت قطعه جاتوه كده كانت موجوده، قلت بقى اللي انا نحلي بيها. خلصت كل حاجه وحطيت التوابل بقى، جبت التوابل يا بنات اللي كانت ناقصاني، وجبت برضو زي ما قلت لكم كان عندي عزومه ان شاء الله باذن الله. وجبت بقى شويه خضار. الاسعار يا بنات فظيعه، والله العظيم فوق الفظيعه. يعني ربطة الخضرة يا بنات عشان تعملي محشي دلوقتي، عشان بس تعملي محشي، اقل ما فيها تجيبي لك كده ب15 جنيه خضرة. شوف بقى هتحطي رز ايه، وشوف هتحطي طماطم ايه وبصل ايه وبهارات ايه. فربنا يعيننا كلنا ويوسع ارزاقنا. وزي ما قلت لك، خدي بنصايحي وخدي بالكلام اللي انا قلته دلوقتي بالفيديو. انا بقولته يا بنات كأن قاعده معاكم، كأن قاعده انا بصي زي ما يكونوا اتنين اصحاب كده بيتسامروا او بيتساهروا مع بعض. انا قلت لكم الكلام ده والله العظيم عن تجارب مني انا، عشان تاخدوه بعين اليقين، عشان تاخدوه بعين الرحمة والستر اللي ربنا جعله في حياتنا. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وطبعا انتوا نورتوني وشرفتوني، وبجد بجد سؤالكم عليا وكلامكم الجميل انا اللي مفتقداكم، والله مش انتوا المفتقدين يا بنات. كلامكم ده اللي شجعني، قلت لا لازم نقوم من دلوقتي ننزل لهم الفيديو عشان هم يطمنوا عليا وانا كمان نطمن عليهم. يلا بقى كلمتين كده ان شاء الله باذن الله كلنا نتشجعوا وكلنا نتنشطوا وكلنا نتحفزوا. واي حد بجد عنده نصيحة حلوة ليا يكتبها ويقولها لي. اي حد عنده تعليق سواء سلبي او سواء ايجابي، انا بنستقبل اي تعليق يا بنات. سلبي هو بيديني وجهة نظره وبينصحني برضو، مش بنزعل والله. وايجابي طبعا بيشجعني وبنشطني ان انا نقدم لكم كل جديد. وشكرا لكم جدا جدا، شكرا لوجودكم معايا، شكرا للناس اللي بتحبني بجد، اللي بتحبني مش عشان خاطر مصلحة. انت فاهمين؟ بجد يعني انا الفترة ديت الحمد لله عرفت ناس كتير وتعرفت على بنات اكتر من اخواتي. ربنا يخليكم ليا، ما يحرمنيش منكم ابدا. سيبكم من المصالح، سيبكم من العلاقات، وسيبكم من الكلام الفاضي ده خالص. اللي بيخش عشان المصلحه ده يعني سبحان الله بياخد مصلحته ويطلع. او ممكن انا بصي انا هقول لكم على حاجه. انا جات لي مكالمه والله العظيم هتضحكوا دلوقتي. هي بقالها فتره ما كانتش بتعلق لي على الفيديوهات بتاعتي، تمام؟ الله اعلم يعني هي كان في دماغها ايه. ففجأة بتقول لي ايه، انا دلوقتي حالا هنخش نعلق لك على الفيديو بتاعك. انت يا حبيبة قلبي والله تعليقك ده مش هيزودني ولا تعليقك ده هينقصني. عادي، انت علقتي زي ما علقتيش، انت فاهمة؟ انت بتحبيني زي ما بتحبينيش، مش هتفرق معايا. انا بالراضي ربنا مش بالراضي عبد. انا لو بالراضي عبد زي ما قلتلك مهما نعمله مش هيرضى. انا بنعمل اصلي، بنعمل تربيتي، بنعمل اللي اتربيت عليه، بنعمل مبادئي، بنعمل الحاجة اللي ربنا جعلها في قلبي. والحمد لله الحمد لله ان ربنا يا بنات بيبقى جاعل في قلبك الخير.
انت فاهمه؟ انما بقى انت تعلقي لي على الفيديو مش هيقدم، مش هتعلقي لي على الفيديو مش هيقدم، تحطي لي اللايك برضو مش هيقدم، مش هيأخر. الكلام ده كله بص اخر حاجه نفكر فيها والله العظيم خالص. اذا كنت انا بقول لكم خش حطوا لي لايك او خشوا اكتبوا لي التعليق، تعليقكم والله بجد بجد البنات اللي انا خلاص انا عرفتكم بالواحده بيفرحني جدا، بيفرحني اللي انتم موجودين معايا، بيفرحني اللي انا لي احباب ولي اخوات ولي ناس بتخاف عليا وناس بتحبني وناس بتخش الفيديو عشان خاطر ايمان مش عشان خاطر مصلحة، ناس بتفهم الكلام، ناس بتقول لي ايمان يعني حبيبة قلبي امي مازن بتقول لي دلوقتي بتقول لي يا ايمان انا لسه متابعاكي قريب فينك انا مفتقداكي. حبيبة قلبي والله العظيم ده انت على راسي، وفاطمة وسارة وشادن وام محمد وامينة وحبيبة قلبي امي ست الكل فاتن وامانتي بالله كلكم والله العظيم يا بنات عشان ما نكونش ناسيه واحده، كلكم بالواحده. وطبعا برضو جيهان كلكم، انا بصي مش عايزه نقول واحده عشان التانية ما تقوليش ايمان انت ما قلتيش اسمي ليه، انا بنقول كلكم والله. ويارا حبيبه قلبي كلكم على راسي وعلى دماغي، ووجودكم ده اللي بيسعدني يا بنات والله. اهم حاجه يا بنات ان تلاقي حد بجد بجد في الايام اللي احنا فيها ديت بيحبك لله في لله، مش عشان خاطر مصلحة، مش عشان خاطر كلمة بتجيبه وكلمة بتوديه والكلام فاضي خالص. انا اتكلمت النهارده معاكم بعفوية، اتكلمت معاكم النهارده بقلب صافي، اتكلمت معاكم يمكن انا بس حبيت دلوقتي نرد على يعني يعني انا بصراحه ما قلت سبحان الله ايه التفكير ده، يعني التفكير. هل انت لما انت ما علقتليش على فيديو انا حاجه قلت عندي؟ هل انت لما ما علقتليش على فيديو علقتلي على فيديو حاجه زادت عندي؟ انت بتعملي اللي في قلبك، بتعملي اللي انت اتربيت عليه، بتعملي الخير، بتعملي مبادئك، انت فاهماني؟ مش بتعملي باصل ايمان، ايمان مش هتزوديها ولا هتقلليها، وانا كمان مش هنزودكم ولا نقللكم. انا وجودي يمكن معاكم يا بنات ووجودي معاكم على القناه وفي حياتكم تمام، ده حاجه اللي ربنا زرعها في قلبي وفي قلبكم، يعني الحب ده حاجه من عند ربنا. انت حبيتوا ايمان لشخصها، حبيتوا روتيناتها، حبيتوا كلامها، حبيتوا اسلوبها، والله العظيم ده على راسي ومقدراه. وفعلا فعلا ده اللي بيشجعني حتى اللي ننزل فيديو. سيبكم من اي حاجه تانية، ربنا يا بنات براضي عباده من اقل مما تتصورين. ربنا مرضينا الحمد لله. وزي ما قلت لك لو بصيتي في حياتك هتلاقي الرضا في حاجات كتير جدا، بس ركزي فيها كده هتلاقي الرضا في الزوج الصالح، في البيت الهادي، في الولاد. حتى لو هم الولاد يا بنات انتوا عارفين طبعا الولاد، يعني مش هقول لكم البنات، الولاد بقى دول ملايكه وماشيين على الصراط المستقيم، كلنا امهات وكلنا بنشد وكلنا بنرخو وكلنا بنتعصبوا وكلنا برضو بنبقوا هاديين، يعني كلنا واحد. فالحمد لله انا اتكلمت معاكم عشان نطمن عليكم وعشان انتوا كمان تطمنوا عليا في الروتين ده. يلا بقى انا عملت ايه معاكم النهارده يا بنات؟ غسلت فطرت معاكم وغسلت المواعين وجبت الخضار بتاعي حطيته في التلاجة، وطبعا جبت كوسه وبتنجان عشان خاطر نعمل محشي برضو. غسلته كده وسبته يتصفى بقى على ما نغسل البوتاجاز، لان بصراحه لو انا عملت الاكل على البوتاجاز ده هيتحرق مني. هو طبعا يعني ما كانش متبهدل جامد بس انتوا هتولع منك او معنى صح بتتحروق، فتيجي تغسليه يبقى صعب عليكي في الغسيل. فقلت لنا هناخده النهارده شطفه كده غسيل بحيث بقى يعني بهدله على بهدله. فلا انا منحبش نسيب البوتاجاز بتاعي للدرجه اللي يعني اللي انا بقول لكم عليه دي خالص. ولمحته ونضفته الحمد لله، شويه كلوريكس بقى الالوان كده مع ميه، رشيت بقى الاستانلس بتاعي كده ولمحته الحمد لله. وخلاص هنركبه ونمسح ارضيه ان شاء الله باذن الله ما اكونش تقلت عليكم يا بنات. واتمنى ان شاء الله باذن الله تكونوا اتشجعت واتنشطت وخدت الكلمه في عين الاعتبار، اي كلمه اقولها صدق يا بنات، عشان فعلا فعلا انتوا احلى حاجه ربنا رزقني بيها الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. طبعا انا بولع عيون البوتاجاز دلوقتي فهي ايه بتغيب شويه على ما تاخد النار عشان الميه بس. وخلاص على كده هنكنس بقى الأرضية ونمسح وخلاص جينا للنهاية. أتمنى إن شاء الله بإذن الله بإذن الله إن ما تكونش الكلام بتاعي زهقكم النهاردة يا حبيباتي، والفيديو يكون شجعك ونشطك وحفزك وتقومي دلوقتي تجري